بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ جاي لكم اخبار مهمة جدا تخص النادي الاهلي وثلاث صفقات من نار حرفيا. لما تسمعهم هتعرف ان الاهلي ماشي في الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي بشكل محترم جدا جدا جدا. اولا عندك اول صفقة وهي صفقة محمود بنتايج. محمود بنتايج اللي انا اتكلمت عليها من فترة كبيرة، لسه الاعلاميين فاكرين ان هم يتكلموا عليها النهارده وبيقول لك ان محمود بنتايج يقترب. كنت اتكلمت معاك وقلت لك ان النادي الاهلي عن طريق وسطاء خلاص يعني تواصل مع اللاعب وتواصل مع الوكيل بتاعه وابدى رغبه شديده ان هو يلعب في النادي الاهلي وما عندوش اي مشكله. طب وضع النادي الاهلي ايه حاليا في العرض اللي هيرسله؟ وضع كمان اللاعب مع نادي الزمالك، هل الزمالك يعني يقدر ان هو يدفع مستحقات اللاعب؟ استحاله، مش ممكن، او يعني صعب، لا استحاله. استحاله ان هو يدفع، لانه الزمالك مطالب بان هو يسدد مستحقات لاعبين كثر، فمش هينفع يجيب واحد بس يديله مستحقاته والباقي يقعد يتفرج عليه. ضيف على كده ان الزمالك اصلا ما عندوش حاليا موارد، ما فيش موارد داخل نادي الزمالك يقدر من خلالها ان هو يدفع مستحقات اللاعب. كمان عندك مشكله كبيره كمان بتخص المستحقات عند المدربين اللي مشيوا واللاعبين اللي مشوا من الزمالك والتهديد بايقاف القيد. والنهارده كمان عندك نادي اتحاد طنجه عن طريق رئيسه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه الزمالك احنا هنقدم فيه شكوى يوم الاثنين القادم، جهزنا خلاص ملف عشان مستحقات عبد الحميد معالي. عبد الحميد معالي اللاعب المغربي اللي بيلعب في صفوف الزمالك، النادي بتاعه نادي اتحاد طنجة ما خدش مستحقات القسط الاول والقسط الثاني اللي قيمتهم 400 الف دولار. فضيف دي الشكوى دي من ضمن الشكاوي. كمان جوزيه جوميز اللي المفروض مستحقاته ال 150 الف دولار لو ما اتدفعتش خلال اسبوع هيتم ايقاف القيد رسميا على نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي. حط ده كله على جنب وخد كلام حسام المندوق اللي قال لك ان الزمالك انتقل من مرحله المرض لمرحله الموت، وان احنا ما عندناش اي موارد غير ارض اكتوبر، وبالتالي الارض لن تعود حاليا لانها المشكله دلوقتي في النيابه وعند القضاء، ما حدش يقدر يتدخل طبعا في امور القضاء، فبالتالي نادي الزمالك لن يستطيع الايفاء بمستحقاته سواء في قصه بنتايج او باقي اللاعبين. محمود بنتايج مرحب جدا. العرض بتاع الاهلي بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في 700 الف دولار في السنه. طبعا اللاعب كان بياخد 600 الف دولار في الزمالك، لما ياخد 700 حلو جدا. مكافاه توقيع 500 الف دولار من النادي الاهلي كمان. ضيف على دي ميزه مهمه جدا، لان اللاعب هيجي لك فري، فبالتالي لما تدفع له 500 الف دولار مكافاه توقيع ده مبلغ يعتبر محترم جدا. ضيف على كده كمان ان اللاعب هيكون ليه عقد اعلاني من شركه الكره بالنادي الاهلي، ودي بقت الفرخه اللي بتبيض ذهب للنادي الاهلي زي ما بيقولوا، انها بتخلي او بتزغلل عين اي لاعب عايز يروح النادي الاهلي. فكره ان هو يبقى ليه عقد مع النادي وكمان ليه عقد مع شركه الكره، فده بيكون مهم جدا وشيء مغري جدا للاعب. فدي كلها حاجات تخص محمود بنتايج اللي خلاص قاب قوسين او ادنى من ان هو ينتقل للاهلي، لانه خلاص قدم الشكوى وكمان قدم الانذار لنادي الزمالك، وهياخد بقى الانذار دوت باذن الله بعد 5 ايام. قدمه تقريبا من 3 ايام، هياخده بعد 5 ايام ويروح بقى على الفيفا، ادي الانذار ما خدتش مستحقاتي، هيفسخ التعاقد بتاعه وهو واقف. ده اول لاعب. تاني لاعب هو ابراهيم عادل. ابراهيم عادل اللي النادي الاهلي اتعامل بمنتهى الاستاذه في صفقته، وقدر ان هو يعني ينهي الاتفاق مع مسؤولين نادي الجزيره بعد ما مسؤولين نادي بيراميدز خافوا ان هم يبيعوه للدوري الاسباني فالاهلي يجيبه. باعوه للدوري الاماراتي على اساس سالم الشمسي الاماراتي يقدر ان هو يمنع انتقاله للنادي الاهلي، لكنه بينتقل فعليا للنادي الاهلي. الخلاف كله ما بين الاهلي والجزيره على موعد الانتقال. الاهلي عايزه في الميركاتو الشتوي والجزيره عايز يديه للاهلي في الميركاتو الصيفي. طيب القصه في العقد ماشيه ازاي؟ العقد هيبقى ان شاء الله باذن الله الاهلي هيشتريه ب 3 مليون دولار من نادي الجزيره الامارات. طبعا ده رقم محترم جدا مقارنه بامكانيات ابراهيم عادل اللي هيكون ليه دور كبير جدا، واحتمال كبير قوي يكون بديل لبن شرقي. تقول لي مين؟ اقول لك ايوه، بن شرقي. مفيش اقتناع يعني بشكل كبير في مستواه الفتره الاخيره سواء من الجماهير او حتى من الاداره
فبالتالي بن شرقي تحت الميكروسكوب زي ما انا قلت لك قبل كده لحد ميركاتو الشتوي. لكن من وجهه نظري ان بن شرقي لن يكمل مشواره مع النادي الاهلي، واعتقد ان هيتم تسويقه مع اشرف داري. يعني اشرف بن شرقي واشرف داري بنسبه 90% خارج النادي الاهلي في ميركاتو الشتوي. وطبعا ضيف عليهم جراديشار. ليه بقول لك جراديشار؟ عشان اخش لك للصفقه الثالثه المهمه، وهي صفقه فيستون مايلي. فيستون مايلي اللي عقده بينتهي الصيف ده مع نادي بيراميدز. الاهلي خلاص قاب قوسين او ادنى من ان هو يقدم عرض للراجل. الاهلي عايز فيستون مايلي. هو سنه كبير شويه، بتتكلم في 30 سنه، بس انت ما تنساش ان انت قدامك 3 سنين كمان مع اللاعب دوت تاخد منه يعني فضلة خيره زي ما بيقولوا. فبالتالي انا شايف انه يعني فيستون مايلي هيبقى الاختيار الانسب للنادي الاهلي في مركز المهاجم الاجنبي، خصوصا ان احنا مجربينه وشفناه قدامنا كتير ولعب معانا كتير، وشفنا قد ايه بيكسر الدنيا مع نادي بيراميدز قدام اهلي جده. فبالتالي فيستون مايلي هيكون الاختيار الاخير. لكن حتى وقتنا هذا طبعا اكيد لسه ما فيش عرض اتقدم للنادي الاهلي. هيبدا يقدم العروض ويبدا التفاوض ويبدا كل حاجه. يعني ممكن خلال شهرين ولا حاجه يكون خلاص الميركاتو الشتوي داخل علينا، يقدر ان هو يتفاوض مع اللاعب لانه لن يجدد مع نادي بيراميدز قولا واحدا. ابراهيم عادل ومحمود بنتايج بنسبه 100% ان شاء الله ما ينقصوش واحد هيكونوا في النادي الاهلي. اما بالنسبه لفيستون مايلا فدوت بالنسبه لي لسه مش عارف ظروفه ايه، لكن من وجهه نظري انه مش هيرفض عرض الاهلي، خصوصا انه الاهلي مقدم يعني عرض قوي جدا 5 مليون دولار في 3 سنين. اعتقد انه رقم حلو جدا لواحد زي فيستون مايلي. طبعا ده بالاضافه للعقد الاعلاني اللي هيعمله من شركه الكوره برضو زيه زي ابراهيم عادل. فبالتالي من وجهه نظري اعتقد ان يعني فيستون مايلي ممكن يكون متواجد في النادي الاهلي. وعجبني قوي تصحيح المسار داخل النادي الاهلي وابعاد محمد يوسف عن الاداره اداره الكوره في الفريق الاول، والاكتفاء بان هو يكون مسؤول عن قطاع الناشئين. انا شايف من وجهه نظر دوت نجاح كبير جدا للنادي الاهلي. كمان في اجتماعات مستمره بشكل شبه مستمر ما بين كابتن محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وكمان المهندس ياسين منصور، بيخططوا فيها لكل الامور الخاصه بالميركاتو الشتوي، وبادئين تجهيز للميركاتو الشتوي من قبل حتى ما مجلس الاداره يمسك الجديد، من قبل حتى ما سيد يكون موجود في الاداره، ومن قبل حتى ما المهندس ياسين منصور يكون موجود كنائب رئيس. فالدنيا ماشيه الحمد لله بشكل محترم جدا داخل النادي الاهلي. اما على صعيد الزمالك فانا كنت اتكلمت معاك قبل كده وقلت لك ان مجلس اداره الزمالك بنسبه كبيره هيستقيل قبل يوم 21/10 اللي هو الميعاد بتاع الجمعيه العموميه للاستفتاء على لائحه النظام الاساسي. والنهارده الوزير اشرف صبحي متواجد مع المستشار مرتضى منصور في منزله علشان خاطر يطمئن على صحته. انا شايف ان صحته زي الفل، يعني الراجل كان قاعد عادي جدا وكان بيتكلم مع الوزير وما كانش عنده مشاكل. ناس كتير جدا ربطت زياره الوزير ب لمستشار مرتضى منصور بفكره ان هو ممكن يكون ليه دور في المستقبل مع نادي الزمالك. وانا من وجهه نظري شايف ان النظريه دي صحيحه، لانه زي ما قلت لك مجلس اداره الزمالك سوف يستقيل لان ما عندهمش موارد خلاص يعملوها وما عندهمش اي حاجه يمشوا بيها النادي. فبالتالي القصه بالنسبه لهم بقت صعبه جدا ان هم يقدروا يكملوا لان ما عندهمش امكانيات يكملوا بيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها بقى تخص منتخب مصر. منتخب مصر ان شاء الله عنده مباراه مهمه جدا بكره قدام غينيا بيساو. مش مهمه عشان النتيجه كده كده يعني بالنسبه لنا مش فارقه، نكسب نخسر نتعادل مش تفرق، لكن بتكلم مهمه لان هيكون في حضور جماهير كبير وفي احتفاليه كبيره. فمهم ان يكون الاداء محترم في اثناء الاحتفاليه ويكون الجمهور مبسوط. فان شاء الله في احتفاليه هيكون في حماده هلال قبل المباراه يعمل شويه فقره غنائيه وكده، وكمان احمد سعد هيكون فيه برضه فقره غنائيه بعد المباراه. بنسبه كبيره بعض النجوم مش هيكونوا متواجدين، وبنسبه اكيده محمد صلاح وعمر مرموش مش طبعا مرموش كده يعني مش موجود في القائمه يعني، لكن مرموش هيكون متواجد في الحفل. محمد صلاح
100% مش هيكون متواجد في المباراه، لكن هيكون متواجد في الحفل. كمان في اتنين معاهم تراكم بطاقات صفراء اللي هم مروان عطيه، وكمان عندك اللاعب حمدي فتحي مش هيشاركوا لان هم عندهم ايقاف بسبب البطاقات الصفراء، فدول برضو مش مشاركين. كمان في قرار اتخذ من الجهاز الفني لمنتخب مصر حسام حسن وابراهيم حسن بانه يريحوا اللاعبين اللي اساسيين اللي كانوا بيلعبوا مع منتخب بشكل اساسي، ويدفعوا باللاعبين اللي كانوا ما بيشاركوش بشكل كبير. فاحتمال كبير جدا تشوف في مركز حراسه المرمى مصطفى شوبير، تشوف في مركز قلبي الدفاع كمان عندك خالد صبحي، ياسر ابراهيم ممكن يكونوا في مركز قلبي الدفاع لان هم ما بيشاركوش برضو بشكل كبير. الناحيه اليمين ممكن تشوف احمد عيد بدل محمد هاني، الناحيه الشمال ممكن تشوف كوكا بدل محمد حمدي. في خط النص ممكن تشوف مهند لاشين ومحمود صابر لان ما كانوش بيشاركوا بشكل اساسي مع المنتخب. في مراكز الهجوم كمهاجم اساسي ممكن تشوف اسامه فيصل، تحتيه بقى ممكن تشوف مصطفى فتحي وتشوف ابراهيم عادل وزيزو او تريزيجيه. مصطفى فتحي ما شاركش خالص، فانا اعتقد انه هيكون مشارك بشكل اساسي، وكمان معاه ابراهيم عادل وتريزيجيه او زيزو. تقريبا دي ممكن تكون تشكيله بكره لمباراه مصر وغينيا بيساو. طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله باذن الله نحتفل مع بعض بقى بالفوز بكاس الامم الافريقيه، لان دي بالنسبه لي دي اهم من اي حاجه تانية، لانه خلاص التاهل لكاس العالم الطبيعي والمنطقي انه بقى يعني عادي ومعتاد ان هو يتعمل. لكن لازم يكون في ان شاء الله بقى يعني تغير في الفكر، ان احنا لا مش رايحين بقى نتاهل لكاس العالم عشان خاطر نمثل تمثيل مشرف، نتفرج على منتخب المغرب اللي بيعمل عظمه على مستوى كل المنتخبات ونعمل زيه، لان لازم منتخب مصر ما يقلش عن منتخب المغرب في شيء. كان عايز اتكلم معاك في جزئيه مهمه تخص جيس تورم اللي النهارده عقد جلسه مع الجهاز الطبي، طلب بقى حاله المصابين، تقرير كامل بحاله المصابين، وكمان تقرير للقياسات البدنيه لكل اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي عشان يشوف مدرب الاحمال الجديد هيشتغل معاهم ازاي، لان احنا الاهلي عندنا جهاز اسمه GPS ده بيقيس كل القياسات البدنيه لكل اللاعبين داخل النادي. وكمان الفريق كله هياخد تطعيمات 7 تطعيمات وقائيه قبل السفر لبوروندي، وكمان بيجهزوا للسفر من دلوقتي في الفيزا والتاشيرات والتذاكر والامور التنظيميه عشان مباراه الاهلي وايجل نوار البروندي يوم السبت القادم الساعه 4 عصرا بتوقيت مصر و3 عصرا بتوقيت رواندا. انا بشكركم جدا 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 على المتابعه. كل ما عرفنيش انا احمد السيد اهلاوي، دايما بقدم محتوى عن النادي الاهلي والكره المصريه. دايما اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد، ولحد ما اشوفكم ان شاء الله في لايف او فيديو قادم، ليكم مني كل التحيه والتقدير والاحترام.